اتكل على الله، اتكل على الله. عشاق القهوة بيعانوا بسبب ارتفاع سعر حبوب القهوة. مش من عشاق القهوة أنا بالمناسبة، يعني كنت زمان بحبها، يعني دلوقتي لا. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. كمان ارتفاع سعر المكرونه طبعا مفيش مكرونة. هو مكرونة مين؟ الله لا، هذا صدق. ما تكتب. احنا عندنا ازمه في الرز، ارتفاع اسعار القرص. أنا من الناس اللي بطلت الرز. بص نفس البق المعفن ده والله فاكره، بص وانا بصدق كلامك. الدنيا كلها واقفة عند مسألة زيادة سعر الرغيف. عيش القمح يعني تقريبا مبطله يعني. ولا حاجة ولا نكلت اصلا. السكر ده المصيبة في السكر. ارتفاع أسعار السكر. أحسن حاجة اتعملت بطلت سكر من شهر يناير. طب مين بتبطل السكر؟ بطلنا السكر. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. الحلاوه خلصت امك يا اخي. في الحقيقة ما أصاب اللحمة أصاب الفراخ. فراخ يعني قليل قوي، يعني قوي قوي. لو ليا عمر هسوي وش امك بالاسفلت. ارتفاع أسعار اللحوم بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة. يعني مش مال قوي اللحمة نادرا يعني. بتقول ايه يا عم انت بحروفك الضايقه عليها؟ اسمع عاد انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. تعجبني انا زيرو. حلتها انت كده، انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. اتكلم على بشكل عام الصحة. انا اقول الحقيقه، انا كان معمول لي عم. حلو ده، انا موافق. لما الواحد عايز يحافظ على صحته. نيل يا عجل يهبل. جسمك يبقى كويس. خلاص بقى صوته خشن علينا وبدأ يشوف نفسه في البيت ويكسر فازاته والحاجات من دي. حسام ايوه، هات لي حبايه من على الجمل بسرعه. وشك يبقى كده منور. هو ينفع؟ حاجتين، نهدى ونسترجل. وانا مش هادي. بشرتك تبقى لطيفة وجميلة. الشيب المصري. اتكل على الله، اتكل على الله. عشاق القهوة بيعانوا بسبب ارتفاع سعر حبوب القهوة. مش من عشاق القهوة أنا بالمناسبة، يعني كنت زمان بحبها، يعني دلوقتي لا. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. كمان ارتفاع سعر المكرونه طبعا مفيش مكرونة. هو مكرونة مين؟ الله لا، هذا صدق. ما تكتب. احنا عندنا ازمه في الرز، ارتفاع اسعار القرص. أنا من الناس اللي بطلت الرز. بص نفس البق المعفن ده والله فاكره، بص وانا بصدق كلامك. الدنيا كلها واقفة عند مسألة زيادة سعر الرغيف. عيش القمح يعني تقريبا مبطله يعني. ولا حاجة ولا نكلت اصلا. السكر ده المصيبة في السكر. ارتفاع أسعار السكر. أحسن حاجة اتعملت بطلت سكر من شهر يناير. طب مين بتبطل السكر؟ بطلنا السكر. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. الحلاوه خلصت امك يا اخي. في الحقيقة ما أصاب اللحمة أصاب الفراخ. فراخ يعني قليل قوي، يعني قوي قوي. لو ليا عمر هسوي وش امك بالاسفلت. ارتفاع أسعار اللحوم بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة. يعني مش مال قوي اللحمة نادرا يعني. بتقول ايه يا عم انت بحروفك الضايقه عليها؟ اسمع عاد انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. تعجبني انا زيرو. حلتها انت كده، انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. اتكلم على بشكل عام الصحة. انا اقول الحقيقه، انا كان معمول لي عم. حلو ده، انا موافق. لما الواحد عايز يحافظ على صحته. نيل يا عجل يهبل. جسمك يبقى كويس. خلاص بقى صوته خشن علينا وبدأ يشوف نفسه في البيت ويكسر فازاته والحاجات من دي. حسام ايوه، هات لي حبايه من على الجمل بسرعه. وشك يبقى كده منور. هو ينفع؟ حاجتين، نهدى ونسترجل. وانا مش هادي. بشرتك تبقى لطيفة وجميلة. الشيب المصري. اتكل على الله، اتكل على الله. عشاق القهوة بيعانوا بسبب ارتفاع سعر حبوب القهوة. مش من عشاق القهوة أنا بالمناسبة، يعني كنت زمان بحبها، يعني دلوقتي لا. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. كمان ارتفاع سعر المكرونه طبعا مفيش مكرونة. هو مكرونة مين؟ الله لا، هذا صدق. ما تكتب. احنا عندنا ازمه في الرز، ارتفاع اسعار القرص. أنا من الناس اللي بطلت الرز. بص نفس البق المعفن ده والله فاكره، بص وانا بصدق كلامك. الدنيا كلها واقفة عند مسألة زيادة سعر الرغيف. عيش القمح يعني تقريبا مبطله يعني. ولا حاجة ولا نكلت اصلا. السكر ده المصيبة في السكر. ارتفاع أسعار السكر. أحسن حاجة اتعملت
بطلت سكر من شهر يناير. طب ايه بتبطل السكر؟ بطلنا السكر. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. احنا ابو خلصة امك يا اخي. في الحقيقه ما اصاب اللحمه اصاب الفراخ. فراخ يعني قليل قوي، يعني قوي قوي. لو ليا عمر هسوي وش امك بالاسفلت. ارتفاع اسعار اللحوم بشكل ملحوظ في الفتره الاخيره. يعني مش مال قوي اللحمه نادرا يعني. بتقول ايه يا عم انت بحروفك الضايقه عليها؟ اسمع عاد انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. تعجبني انا زيرو. حلتها انت كده، انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. اتكلم على بشكل عام الصحه. انا اقول الحقيقه، انا كان معمول لي عم. حلو ده، انا موافق. لما الواحد عايز يحافظ على صحته. نيل يا عجل يهبل. جسمك يبقى كويس. خلاص بقى صوته خشن علينا وبدا يشوف نفسه في البيت ويكسر فازات والحاجات من دي. حسام ايوه، هات لي الحبايه من على الجمل بسرعه. وشك يبقى كده منور. هو ينفع؟ حاجتين، نهدى ونسترجل. وانا مش هادي. بشرتك تبقى لطيفه وجميله. الشيء المصري. اتكل على الله، اتكل على الله. عشاق القهوة بيعانوا بسبب ارتفاع سعر حبوب القهوة. مش من عشاق القهوه انا بالمناسبه، يعني كنت زمان بحبها يعني، دلوقتي لا. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. كمان ارتفاع سعر المكرونه طبعا مفيش مكرونه. هو مكرونه مين؟ الله لا، هذا صوت كتاب. ما تكتب. احنا عندنا ازمه في الرز، ارتفاع اسعار القرص. انا من الناس اللي بطلت الرز. بص نفس البق المعفن ده والله فاكره، بص وانا بصدق كلامك. الدنيا كلها واقفه عند مساله زياده سعر الرغيف. عيش القمح يعني تقريبا مبطله يعني. ولا حاجة وانت ولا نكلت اصلا. السكر ده المصيبه في السكر. ارتفاع اسعار السكر. احسن حاجه اتعملت بطلت سكر من شهر يناير. طب ايه بتبطل السكر؟ بطلنا السكر. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. احنا ابو خلصة امك يا اخي. في الحقيقه ما اصاب اللحمه اصاب الفراخ. فراخ يعني قليل قوي، يعني قوي قوي. لو ليا عمر هسوي وش امك بالاسفلت. ارتفاع اسعار اللحوم بشكل ملحوظ في الفتره الاخيره. يعني مش مال قوي اللحمه نادرا يعني. بتقول ايه يا عم انت بحروفك الضايقه عليها؟ اسمع عاد انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. تعجبني انا زيرو. حلتها انت كده، انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. اتكلم على بشكل عام الصحه. انا اقول الحقيقه، انا كان معمول لي عم. حلو ده، انا موافق. لما الواحد عايز يحافظ على صحته. نيل يا عجل يهبل. جسمك يبقى كويس. خلاص بقى صوته خشن علينا وبدا يشوف نفسه في البيت ويكسر فازات والحاجات من دي. حسام ايوه، هات لي الحبايه من على الجمل بسرعه. وشك يبقى كده منور. هو ينفع؟ حاجتين، نهدى ونسترجل. وانا مش هادي. بشرتك تبقى لطيفه وجميله. الشيء المصري. اتكل على الله، اتكل على الله. عشاق القهوة بيعانوا بسبب ارتفاع سعر حبوب القهوة. مش من عشاق القهوه انا بالمناسبه، يعني كنت زمان بحبها يعني، دلوقتي لا. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. كمان ارتفاع سعر المكرونه طبعا مفيش مكرونه. هو مكرونه مين؟ الله لا، هذا صوت كتاب. ما تكتب. احنا عندنا ازمه في الرز، ارتفاع اسعار القرص. انا من الناس اللي بطلت الرز. بص نفس البق المعفن ده والله فاكره، بص وانا بصدق كلامك. الدنيا كلها واقفه عند مساله زياده سعر الرغيف. عيش القمح يعني تقريبا مبطله يعني. ولا حاجة وانت ولا نكلت اصلا. السكر ده المصيبه في السكر. ارتفاع اسعار السكر. احسن حاجه اتعملت بطلت سكر من شهر يناير. طب ايه بتبطل السكر؟ بطلنا السكر. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. احنا ابو خلصة امك يا اخي. في الحقيقه ما اصاب اللحمه اصاب الفراخ. فراخ يعني قليل قوي، يعني قوي قوي. لو ليا عمر هسوي وش امك بالاسفلت. ارتفاع اسعار اللحوم بشكل ملحوظ في الفتره الاخيره. يعني مش مال قوي اللحمه نادرا يعني. بتقول ايه يا عم انت بحروفك الضايقه عليها؟ اسمع عاد انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. تعجبني انا زيرو. حلتها انت كده، انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. اتكلم على بشكل عام الصحه. انا اقول الحقيقه، انا كان معمول لي عم. حلو ده، انا موافق. لما الواحد عايز يحافظ على صحته. نيل يا عجل يهبل. جسمك يبقى كويس. خلاص بقى صوته خشن علينا وبدا يشوف نفسه في البيت ويكسر فازات والحاجات من دي.
حسام ايوه هات لي الحبايه من على الجمل بسرعه. وشك يبقى كده منور. هو ينفع؟ حاجتين نهدى ونسترجل. وانا مش هادي؟ بشرتك تبقى لطيفه وجميله. الشيب المصري. اتكل على الله، اتكل على الله. عشاق القهوة بيعانوا بسبب ارتفاع سعر حبوب القهوة. مش من عشاق القهوه انا بالمناسبه يعني، كنت زمان بحبها يعني، دلوقتي لا. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. كمان ارتفاع سعر المكرونه طبعا مفيش مكرونه. هو مكرونه مين؟ احنا عندنا ازمه في الرز، ارتفاع اسعار القرص. انا من الناس اللي بطلت الرز. بص نفس البق المعفن ده والله فاكره، بص وانا بصدق كلامك. الدنيا كلها واقفة عند مسألة زيادة سعر الرغيف. عيش القمح يعني تقريبا مبطله يعني. ولا حاجة وانت ولا لك لازمة اصلا. السكر ده المصيبه في السكر. ارتفاع أسعار السكر. احسن حاجه اتعملت بطلت سكر من شهر يناير. طب مين بتبطل السكر؟ بطلنا السكر. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. احنا ابو خلصة امك يا اخي. في الحقيقة ما أصاب اللحمة أصاب الفراخ. فراخ يعني قليل قوي يعني، قوي قوي. لو ليا عمر هسوي وش امك بالاسفلت. ارتفاع أسعار اللحوم بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة. يعني مش مال قوي اللحمه نادرا يعني. بتقول ايه يا عم انت بحروفك الضايقه عليها؟ اسمع عاد انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. تعجبني انا زيرو. حلتها انت كده، انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. اتكلم على بشكل عام الصحه. انا اقول الحقيقه، انا كان معمول لي عم. حلو ده انا موافق. لما الواحد عايز يحافظ على صحته. نيل يا عجل يا اهبل. جسمك يبقى كويس. خلاص بقى صوته خشن علينا وبدأ يشوف نفسه في البيت ويكسر فازاته والحاجات من دي. حسام ايوه هات لي الحبايه من على الجمل بسرعه. وشك يبقى كده منور. هو ينفع؟ حاجتين نهدى ونسترجل. وانا مش هادي؟ بشرتك تبقى لطيفه وجميله. الشيب المصري. اتكل على الله، اتكل على الله. عشاق القهوة بيعانوا بسبب ارتفاع سعر حبوب القهوة. مش من عشاق القهوه انا بالمناسبه يعني، كنت زمان بحبها يعني، دلوقتي لا. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. كمان ارتفاع سعر المكرونه طبعا مفيش مكرونه. هو مكرونه مين؟ احنا عندنا ازمه في الرز، ارتفاع اسعار القرص. انا من الناس اللي بطلت الرز. بص نفس البق المعفن ده والله فاكره، بص وانا بصدق كلامك. الدنيا كلها واقفة عند مسألة زيادة سعر الرغيف. عيش القمح يعني تقريبا مبطله يعني. ولا حاجة وانت ولا لك لازمة اصلا. السكر ده المصيبه في السكر. ارتفاع أسعار السكر. احسن حاجه اتعملت بطلت سكر من شهر يناير. طب مين بتبطل السكر؟ بطلنا السكر. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. احنا ابو خلصة امك يا اخي. في الحقيقة ما أصاب اللحمة أصاب الفراخ. فراخ يعني قليل قوي يعني، قوي قوي. لو ليا عمر هسوي وش امك بالاسفلت. ارتفاع أسعار اللحوم بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة. يعني مش مال قوي اللحمه نادرا يعني. بتقول ايه يا عم انت بحروفك الضايقه عليها؟ اسمع عاد انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. تعجبني انا زيرو. حلتها انت كده، انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. اتكلم على بشكل عام الصحه. انا اقول الحقيقه، انا كان معمول لي عم. حلو ده انا موافق. لما الواحد عايز يحافظ على صحته. نيل يا عجل يا اهبل. جسمك يبقى كويس. خلاص بقى صوته خشن علينا وبدأ يشوف نفسه في البيت ويكسر فازاته والحاجات من دي. حسام ايوه هات لي الحبايه من على الجمل بسرعه. وشك يبقى كده منور. هو ينفع؟ حاجتين نهدى ونسترجل. وانا مش هادي؟ بشرتك تبقى لطيفه وجميله. الشيب المصري. اتكل على الله، اتكل على الله. عشاق القهوة بيعانوا بسبب ارتفاع سعر حبوب القهوة. مش من عشاق القهوه انا بالمناسبه يعني، كنت زمان بحبها يعني، دلوقتي لا. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. كمان ارتفاع سعر المكرونه طبعا مفيش مكرونه. هو مكرونه مين؟
احنا عندنا ازمه في الرز، ارتفاع اسعار الارز. انا من الناس اللي بطلت الرز. بص نفس البق المعفن ده والله فاكره، بص وانا بصدق كلامك. الدنيا كلها واقفة عند مسألة زيادة سعر الرغيف. عيش القمح يعني تقريبا مبطله يعني. ولا حاجة وانت ولا لك لازمة اصلا. السكر ده المصيبه في السكر. ارتفاع أسعار السكر. احسن حاجه اتعملت بطلت سكر من شهر يناير. طب مين بتبطل السكر؟ بطلنا السكر. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. احنا ابو غلاسه امك يا اخي. في الحقيقه ما اصاب اللحمه اصاب الفراخ. فراخ يعني قليل قوي يعني قوي قوي. لو ليا عمر هسوي وش امك بالاسفلت. ارتفاع اسعار اللحوم بشكل ملحوظ في الفتره الاخيره. يعني مش مال قوي اللحمه نادرا يعني. بتقول ايه يا عم انت بحروفك الضايقه عليها؟ اسمع عاد انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. تعجبني انا زيرو. حلتها انت كده، انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. اتكلم على بشكل عام الصحه. انا اقول الحقيقه، انا كان معمول لي عم. حلو ده، انا موافق. لما الواحد عايز يحافظ على صحته. نيل يا عجل يهبل. جسمك يبقى كويس. خلاص بقى صوته خشن علينا وبدا يشوف نفسه في البيت ويكسر فازات والحاجات من دي. حسام ايوه، هات لي حبايه من على الجمل بسرعه. وشك يبقى كده منور. هو ينفع؟ حاجتين نهدى ونسترجل. وانا مش هادي؟ بشرتك تبقى لطيفه وجميله. الشيء المصري. اتكل على الله، اتكل على الله. عشاق القهوة بيعانوا بسبب ارتفاع سعر حبوب القهوة. مش من عشاق القهوه انا بالمناسبه يعني، كنت زمان بحبها يعني، دلوقتي لا. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. كمان ارتفاع سعر المكرونه طبعا مفيش مكرونه. مكرونه مين؟ احنا عندنا ازمه في الرز، ارتفاع اسعار الارز. انا من الناس اللي بطلت الرز. بص نفس البق المعفن ده والله فاكره، بص وانا بصدق كلامك. الدنيا كلها واقفة عند مسألة زيادة سعر الرغيف. عيش القمح يعني تقريبا مبطله يعني. ولا حاجة وانت ولا لك لازمة اصلا. السكر ده المصيبه في السكر. ارتفاع أسعار السكر. احسن حاجه اتعملت بطلت سكر من شهر يناير. طب مين بتبطل السكر؟ بطلنا السكر. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. احنا ابو غلاسه امك يا اخي. في الحقيقه ما اصاب اللحمه اصاب الفراخ. فراخ يعني قليل قوي يعني قوي قوي. لو ليا عمر هسوي وش امك بالاسفلت. ارتفاع اسعار اللحوم بشكل ملحوظ في الفتره الاخيره. يعني مش مال قوي اللحمه نادرا يعني. بتقول ايه يا عم انت بحروفك الضايقه عليها؟ اسمع عاد انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. تعجبني انا زيرو. حلتها انت كده، انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. اتكلم على بشكل عام الصحه. انا اقول الحقيقه، انا كان معمول لي عم. حلو ده، انا موافق. لما الواحد عايز يحافظ على صحته. نيل يا عجل يهبل. جسمك يبقى كويس. خلاص بقى صوته خشن علينا وبدا يشوف نفسه في البيت ويكسر فازات والحاجات من دي. حسام ايوه، هات لي حبايه من على الجمل بسرعه. وشك يبقى كده منور. هو ينفع؟ حاجتين نهدى ونسترجل. وانا مش هادي؟ بشرتك تبقى لطيفه وجميله. الشيء المصري. اتكل على الله، اتكل على الله. عشاق القهوة بيعانوا بسبب ارتفاع سعر حبوب القهوة. مش من عشاق القهوه انا بالمناسبه يعني، كنت زمان بحبها يعني، دلوقتي لا. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. كمان ارتفاع سعر المكرونه طبعا مفيش مكرونه. مكرونه مين؟ احنا عندنا ازمه في الرز، ارتفاع اسعار الارز. انا من الناس اللي بطلت الرز. بص نفس البق المعفن ده والله فاكره، بص وانا بصدق كلامك. الدنيا كلها واقفة عند مسألة زيادة سعر الرغيف. عيش القمح يعني تقريبا مبطله يعني. ولا حاجة وانت ولا لك لازمة اصلا. السكر ده المصيبه في السكر. ارتفاع أسعار السكر. احسن حاجه اتعملت بطلت سكر من شهر يناير. طب مين بتبطل السكر؟ بطلنا السكر. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. احنا ابو غلاسه امك يا اخي. في الحقيقه ما اصاب اللحمه اصاب الفراخ. فراخ يعني قليل قوي يعني قوي قوي. لو ليا عمر هسوي وش امك بالاسفلت. ارتفاع اسعار اللحوم بشكل ملحوظ في الفتره الاخيره. يعني مش مال قوي اللحمه نادرا يعني. بتقول ايه يا عم انت بحروفك الضايقه عليها؟ اسمع عاد انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. تعجبني انا زيرو.
حلتها انت كده. انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. اتكلم على بشكل عام الصحه. انا اقول الحقيقه، انا كان معمول لي عمل. حلو ده، انا موافق. لما الواحد عايز يحافظ على صحته. نيل يا عجل يهبل. جسمك يبقى كويس. خلاص بقى صوته خشن علينا وبدا يشوف نفسه في البيت ويكسر فازات والحاجات من دي. حسام، ايوه، هات لي الحبايه من على الجمل بسرعه. وشك يبقى كده منور. هو ينفع؟ حاجتين، نهدى ونسترجل. وانا مش هادي. بشرتك تبقى لطيفه وجميله. الشيب المصري. اتكل على الله، اتكل على الله. عشاق القهوة بيعانوا بسبب ارتفاع سعر حبوب القهوة. مش من عشاق القهوه انا بالمناسبه، يعني كنت زمان بحبها، يعني دلوقتي لا. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. كمان ارتفاع سعر المكرونه طبعا مفيش مكرونه. مكرونه مين؟ احنا عندنا ازمه في الرز، ارتفاع اسعار القرص. انا من الناس اللي بطلت الرز. بص نفس البق المعفن ده والله فاكره، بص وانا بصدق كلامك. الدنيا كلها واقفة عند مسألة زيادة سعر الرغيف. عيش القمح يعني تقريبا مبطله يعني. ولا حاجة وانت ولا لك لازمة اصلا. السكر ده المصيبه في السكر. ارتفاع أسعار السكر. احسن حاجه اتعملت بطلت سكر من شهر يناير. طب مين بتبطل السكر؟ بطلنا السكر. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. احنا ابو غلاسه امك يا اخي. الحقيقه ما اصاب اللحمه اصاب الفراخ. فراخ يعني قليل قوي، يعني قوي قوي. لو ليا عمر هسوي وش امك بالاسفلت. ارتفاع اسعار اللحوم بشكل ملحوظ في الفتره الاخيره. يعني مش مال قوي اللحمه نادرا يعني. بتقول ايه يا عم انت بحروفك الضايقه عليها؟ اسمع عاد انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. تعجبني انا زيرو. حلتها انت كده. انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. اتكلم على بشكل عام الصحه. انا اقول الحقيقه، انا كان معمول لي عمل. حلو ده، انا موافق. لما الواحد عايز يحافظ على صحته. نيل يا عجل يهبل. جسمك يبقى كويس. خلاص بقى صوته خشن علينا وبدا يشوف نفسه في البيت ويكسر فازات والحاجات من دي. حسام، ايوه، هات لي الحبايه من على الجمل بسرعه. وشك يبقى كده منور. هو ينفع؟ حاجتين، نهدى ونسترجل. وانا مش هادي. بشرتك تبقى لطيفه وجميله. الشيب المصري. اتكل على الله، اتكل على الله. عشاق القهوة بيعانوا بسبب ارتفاع سعر حبوب القهوة. مش من عشاق القهوه انا بالمناسبه، يعني كنت زمان بحبها، يعني دلوقتي لا. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. كمان ارتفاع سعر المكرونه طبعا مفيش مكرونه. مكرونه مين؟ احنا عندنا ازمه في الرز، ارتفاع اسعار القرص. انا من الناس اللي بطلت الرز. بص نفس البق المعفن ده والله فاكره، بص وانا بصدق كلامك. الدنيا كلها واقفة عند مسألة زيادة سعر الرغيف. عيش القمح يعني تقريبا مبطله يعني. ولا حاجة وانت ولا لك لازمة اصلا. السكر ده المصيبه في السكر. ارتفاع أسعار السكر. احسن حاجه اتعملت بطلت سكر من شهر يناير. طب مين بتبطل السكر؟ بطلنا السكر. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. احنا ابو غلاسه امك يا اخي. الحقيقه ما اصاب اللحمه اصاب الفراخ. فراخ يعني قليل قوي، يعني قوي قوي. لو ليا عمر هسوي وش امك بالاسفلت. ارتفاع اسعار اللحوم بشكل ملحوظ في الفتره الاخيره. يعني مش مال قوي اللحمه نادرا يعني. بتقول ايه يا عم انت بحروفك الضايقه عليها؟ اسمع عاد انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. تعجبني انا زيرو. حلتها انت كده. انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. اتكلم على بشكل عام الصحه. انا اقول الحقيقه، انا كان معمول لي عمل. حلو ده، انا موافق. لما الواحد عايز يحافظ على صحته. نيل يا عجل يهبل. جسمك يبقى كويس. خلاص بقى صوته خشن علينا وبدا يشوف نفسه في البيت ويكسر فازات والحاجات من دي. حسام، ايوه، هات لي الحبايه من على الجمل بسرعه. وشك يبقى كده منور. هو ينفع؟ حاجتين، نهدى ونسترجل. وانا مش هادي. بشرتك تبقى لطيفه وجميله. الشيب المصري. اتكل على الله، اتكل على الله. عشاق القهوة بيعانوا بسبب
ارتفاع سعر حبوب القهوة. مش من عشاق القهوه انا بالمناسبه يعني، كنت زمان بحبها يعني، دلوقتي لا. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. كمان ارتفاع سعر المكرونه طبعا مفيش مكرونه. هو مكرونه مين؟ الله لا هذا صدق. احنا عندنا ازمه في الرز، ارتفاع اسعار الارز. انا من الناس اللي بطلت الرز. بص نفس البق المعفن ده والله فاكره، بص وانا بصدق كلامك. الدنيا كلها واقفة عند مسألة زيادة سعر الرغيف. عيش القمح يعني تقريبا مبطله يعني. ولا حاجة وانت ولا نكلت مصر. السكر ده المصيبه في السكر. ارتفاع أسعار السكر. احسن حاجه اتعملت بطلت سكر من شهر يناير. طب مين بتبطل السكر؟ بطلنا السكر. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. احنا ابو غلاسه امك يا اخي. الحقيقة ما أصاب اللحمة أصاب الفراخ. فراخ يعني قليل قوي يعني، قوي قوي. لو ليا عمر هسوي وش امك بالاسفلت. ارتفاع أسعار اللحوم بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة. يعني مش مال قوي اللحمه نادرا يعني. بتقول ايه يا عم انت بحروفك الضيقه دي؟ اسمع عاد انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. تعجبني انا زيرو. حلتها انت كده، انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. اتكلم على بشكل عام الصحه. انا اقول الحقيقه، انا كان معمول لي عم. حلو ده، انا موافق. لما الواحد عايز يحافظ على صحته. نيل يا عجل يهبل. جسمك يبقى كويس. خلاص بقى صوته خشن علينا وبدأ يشوف نفسه في البيت ويكسر فازاته والحاجات من دي. حسام ايوه هات لي حبايه من على الجمل بسرعه. وشك يبقى كده منور. هو ينفع؟ حاجتين نهدى ونسترجل. وانا مش هادي. بشرتك تبقى لطيفه وجميله. الشيء المصري. اتكل على الله، اتكل على الله. عشاق القهوة بيعانوا بسبب ارتفاع سعر حبوب القهوة. مش من عشاق القهوه انا بالمناسبه يعني، كنت زمان بحبها يعني، دلوقتي لا. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. كمان ارتفاع سعر المكرونه طبعا مفيش مكرونه. هو مكرونه مين؟ الله لا هذا صدق. احنا عندنا ازمه في الرز، ارتفاع اسعار الارز. انا من الناس اللي بطلت الرز. بص نفس البق المعفن ده والله فاكره، بص وانا بصدق كلامك. الدنيا كلها واقفة عند مسألة زيادة سعر الرغيف. عيش القمح يعني تقريبا مبطله يعني. ولا حاجة وانت ولا نكلت مصر. السكر ده المصيبه في السكر. ارتفاع أسعار السكر. احسن حاجه اتعملت بطلت سكر من شهر يناير. طب مين بتبطل السكر؟ بطلنا السكر. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. احنا ابو غلاسه امك يا اخي. الحقيقة ما أصاب اللحمة أصاب الفراخ. فراخ يعني قليل قوي يعني، قوي قوي. لو ليا عمر هسوي وش امك بالاسفلت. ارتفاع أسعار اللحوم بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة. يعني مش مال قوي اللحمه نادرا يعني. بتقول ايه يا عم انت بحروفك الضيقه دي؟ اسمع عاد انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. تعجبني انا زيرو. حلتها انت كده، انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. اتكلم على بشكل عام الصحه. انا اقول الحقيقه، انا كان معمول لي عم. حلو ده، انا موافق. لما الواحد عايز يحافظ على صحته. نيل يا عجل يهبل. جسمك يبقى كويس. خلاص بقى صوته خشن علينا وبدأ يشوف نفسه في البيت ويكسر فازاته والحاجات من دي. حسام ايوه هات لي حبايه من على الجمل بسرعه. وشك يبقى كده منور. هو ينفع؟ حاجتين نهدى ونسترجل. وانا مش هادي. بشرتك تبقى لطيفه وجميله. الشيء المصري. اتكل على الله، اتكل على الله. عشاق القهوة بيعانوا بسبب ارتفاع سعر حبوب القهوة. مش من عشاق القهوه انا بالمناسبه يعني، كنت زمان بحبها يعني، دلوقتي لا. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. كمان ارتفاع سعر المكرونه طبعا مفيش مكرونه. هو مكرونه مين؟ الله لا هذا صدق. احنا عندنا ازمه في الرز، ارتفاع اسعار الارز. انا من الناس اللي bطلت الرز. بص نفس البق المعفن ده والله فاكره، بص وانا بصدق كلامك. الدنيا كلها واقفة عند مسألة زيادة سعر الرغيف. عيش القمح يعني تقريبا مبطله يعني. ولا حاجة وانت ولا نكلت مصر. السكر ده المصيبه في السكر. ارتفاع أسعار السكر. احسن حاجه اتعملت بطلت سكر من شهر يناير.
طب بتبطل السكر، بطلنا السكر. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. احنا ابو غلاسه امك يا اخي. الحقيقه ما اصاب اللحمه اصاب الفراخ. فراخ يعني قليل قوي، يعني قوي قوي. لو ليا عمر هسوي وش امك بالاسفلت. ارتفاع اسعار اللحوم بشكل ملحوظ في الفتره الاخيره. يعني مش مال قوي اللحمه نادرا يعني. بتقول ايه يا عم انت بحروفك الضايقه عليها؟ اسمع عاد انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. تعجبني انا زيرو. حلتها انت كده، انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. اتكلم على بشكل عام الصحه. انا اقول الحقيقه، انا كان معمول لي عم. حلو ده، انا موافق. لما الواحد عايز يحافظ على صحته. نيل يا عجل يهبل. جسمك يبقى كويس. خلاص بقى صوته خشن علينا وبدا يشوف نفسه في البيت ويكسر فازات والحاجات من دي. حسام ايوه، هات لي حبايه من على الجمل بسرعه. وشك يبقى كده منور. هو ينفع؟ حاجتين، نهدى ونسترجل. وانا مش هادي. بشرتك تبقى لطيفه وجميله. الشيء المصري. اتكل على الله، اتكل على الله. عشاق القهوة بيعانوا بسبب ارتفاع سعر حبوب القهوة. مش من عشاق القهوه انا بالمناسبه، يعني كنت زمان بحبها يعني، دلوقتي لا. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. كمان ارتفاع سعر المكرونه طبعا مفيش مكرونه. هو مكرونه مين؟ الله لا، هذا كنت احنا عندنا ازمه في الرز، ارتفاع اسعار القرص. انا من الناس اللي بطلت الرز. بص نفس البق المعفن ده والله فاكره، بص وانا بصدق كلامك. الدنيا كلها واقفه عند مساله زياده سعر الرغيف. عيش القمح يعني تقريبا مبطله يعني. ولا حاجه وانت ولا لك لازمه اصلا. السكر ده المصيبه في السكر. ارتفاع اسعار السكر. احسن حاجه اتعملت بطلت سكر من شهر يناير. طب بتبطل السكر، بطلنا السكر. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. احنا ابو غلاسه امك يا اخي. الحقيقه ما اصاب اللحمه اصاب الفراخ. فراخ يعني قليل قوي، يعني قوي قوي. لو ليا عمر هسوي وش امك بالاسفلت. ارتفاع اسعار اللحوم بشكل ملحوظ في الفتره الاخيره. يعني مش مال قوي اللحمه نادرا يعني. بتقول ايه يا عم انت بحروفك الضايقه عليها؟ اسمع عاد انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. تعجبني انا زيرو. حلتها انت كده، انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. اتكلم على بشكل عام الصحه. انا اقول الحقيقه، انا كان معمول لي عم. حلو ده، انا موافق. لما الواحد عايز يحافظ على صحته. نيل يا عجل يهبل. جسمك يبقى كويس. خلاص بقى صوته خشن علينا وبدا يشوف نفسه في البيت ويكسر فازات والحاجات من دي. حسام ايوه، هات لي حبايه من على الجمل بسرعه. وشك يبقى كده منور. هو ينفع؟ حاجتين، نهدى ونسترجل. وانا مش هادي. بشرتك تبقى لطيفه وجميله. الشيء المصري. اتكل على الله، اتكل على الله. عشاق القهوة بيعانوا بسبب ارتفاع سعر حبوب القهوة. مش من عشاق القهوه انا بالمناسبه، يعني كنت زمان بحبها يعني، دلوقتي لا. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. كمان ارتفاع سعر المكرونه طبعا مفيش مكرونه. هو مكرونه مين؟ الله لا، هذا كنت احنا عندنا ازمه في الرز، ارتفاع اسعار القرص. انا من الناس اللي بطلت الرز. بص نفس البق المعفن ده والله فاكره، بص وانا بصدق كلامك. الدنيا كلها واقفه عند مساله زياده سعر الرغيف. عيش القمح يعني تقريبا مبطله يعني. ولا حاجه وانت ولا لك لازمه اصلا. السكر ده المصيبه في السكر. ارتفاع اسعار السكر. احسن حاجه اتعملت بطلت سكر من شهر يناير. طب بتبطل السكر، بطلنا السكر. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. احنا ابو غلاسه امك يا اخي. الحقيقه ما اصاب اللحمه اصاب الفراخ. فراخ يعني قليل قوي، يعني قوي قوي. لو ليا عمر هسوي وش امك بالاسفلت. ارتفاع اسعار اللحوم بشكل ملحوظ في الفتره الاخيره. يعني مش مال قوي اللحمه نادرا يعني. بتقول ايه يا عم انت بحروفك الضايقه عليها؟ اسمع عاد انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. تعجبني انا زيرو. حلتها انت كده، انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. اتكلم على بشكل عام الصحه. انا اقول الحقيقه، انا كان معمول لي عم. حلو ده، انا موافق. لما الواحد عايز يحافظ على صحته. نيل يا عجل يهبل. جسمك يبقى كويس. خلاص بقى صوته خشن علينا وبدا يشوف نفسه في البيت ويكسر فازات والحاجات من دي.
حسام ايوه هات لي حبايه من على الجمل بسرعه. وشك يبقى كده منور. هو ينفع؟ هجيب حاجتين نهدى ونسترجل. وانا مش هادي. بشرتك تبقى لطيفه وجميله. الشيب المصري. اتكل على الله، اتكل على الله. عشاق القهوة بيعانوا بسبب ارتفاع سعر حبوب القهوة. مش من عشاق القهوه انا بالمناسبه يعني، كنت زمان بحبها يعني، دلوقتي لا. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. كمان ارتفاع سعر المكرونه طبعا مفيش مكرونه. هو مكرونه مين؟ الله لا هذا صدق ما تكتب. احنا عندنا ازمه في الرز، ارتفاع اسعار الارز. انا من الناس اللي بطلت الرز. بص نفس البق المعفن ده والله فاكره. بص وانا بصدق كلامك. الدنيا كلها واقفة عند مسألة زيادة سعر الرغيف. عيش القمح يعني تقريبا مبطله يعني. ولا حاجة وانت ولا لك لازمة اصلا. السكر ده المصيبه في السكر. ارتفاع أسعار السكر. احسن حاجه اتعملت بطلت سكر من شهر يناير. طب مين بتبطل السكر؟ بطلنا السكر. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. احنا ابو خلصت امك يا اخي. الحقيقة ما أصاب اللحمة أصاب الفراخ. فراخ يعني قليل قوي يعني، قوي قوي. لو ليا عمر هسوي وش امك بالاسفلت. ارتفاع أسعار اللحوم بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة. يعني مش مال قوي اللحمه نادرا يعني. بتقول ايه يا عم انت بحروفك الضيقه دي؟ اسمع عاد انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. تعجبني انا زيرو. حلتها انت كده، انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. اتكلم على بشكل عام الصحه. انا اقول الحقيقه، انا كان معمول لي عم. حلو ده انا موافق. لما الواحد عايز يحافظ على صحته. نيل يا عجل يهبل. جسمك يبقى كويس. خلاص بقى صوته خشن علينا وبدأ يشوف نفسه في البيت ويكسر فازات والحاجات من دي. حسام ايوه هات لي حبايه من على الجمل بسرعه. وشك يبقى كده منور. هو ينفع؟ هجيب حاجتين نهدى ونسترجل. وانا مش هادي. بشرتك تبقى لطيفه وجميله. الشيب المصري. اتكل على الله، اتكل على الله. عشاق القهوة بيعانوا بسبب ارتفاع سعر حبوب القهوة. مش من عشاق القهوه انا بالمناسبه يعني، كنت زمان بحبها يعني، دلوقتي لا. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. كمان ارتفاع سعر المكرونه طبعا مفيش مكرونه. هو مكرونه مين؟ الله لا هذا صدق ما تكتب. احنا عندنا ازمه في الرز، ارتفاع اسعار الارز. انا من الناس اللي بطلت الرز. بص نفس البق المعفن ده والله فاكره. بص وانا بصدق كلامك. الدنيا كلها واقفة عند مسألة زيادة سعر الرغيف. عيش القمح يعني تقريبا مبطله يعني. ولا حاجة وانت ولا لك لازمة اصلا. السكر ده المصيبه في السكر. ارتفاع أسعار السكر. احسن حاجه اتعملت بطلت سكر من شهر يناير. طب مين بتبطل السكر؟ بطلنا السكر. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. احنا ابو خلصت امك يا اخي. الحقيقة ما أصاب اللحمة أصاب الفراخ. فراخ يعني قليل قوي يعني، قوي قوي. لو ليا عمر هسوي وش امك بالاسفلت. ارتفاع أسعار اللحوم بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة. يعني مش مال قوي اللحمه نادرا يعني. بتقول ايه يا عم انت بحروفك الضيقه دي؟ اسمع عاد انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. تعجبني انا زيرو. حلتها انت كده، انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. اتكلم على بشكل عام الصحه. انا اقول الحقيقه، انا كان معمول لي عم. حلو ده انا موافق. لما الواحد عايز يحافظ على صحته. نيل يا عجل يهبل. جسمك يبقى كويس. خلاص بقى صوته خشن علينا وبدأ يشوف نفسه في البيت ويكسر فازات والحاجات من دي. حسام ايوه هات لي حبايه من على الجمل بسرعه. وشك يبقى كده منور. هو ينفع؟ هجيب حاجتين نهدى ونسترجل. وانا مش هادي. بشرتك تبقى لطيفه وجميله. الشيب المصري. اتكل على الله، اتكل على الله. عشاق القهوة بيعانوا بسبب ارتفاع سعر حبوب القهوة. مش من عشاق القهوه انا بالمناسبه يعني، كنت زمان بحبها يعني، دلوقتي لا. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. كمان ارتفاع سعر المكرونه طبعا مفيش مكرونه.
هو مكرونه مين؟ الله لا هذا صدق اه ما تكتب احنا عندنا ازمه في الرز، ارتفاع اسعار القرص. انا من الناس اللي بطلت الرز. بص نفس البق المعفن ده والله فاكره، بص وانا بصدق كلامك. الدنيا كلها واقفة عند مسألة زيادة سعر الرغيف. عيش القمح يعني تقريبا مبطله يعني. ولا حاجة وانت ولا لك لازمة اصلا. السكر ده المصيبه في السكر. ارتفاع أسعار السكر. احسن حاجه اتعملت بطلت سكر من شهر يناير. طب ايه بتبطل السكر؟ بطلنا السكر. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. احنا ابو خلصت امك يا اخي. في الحقيقة ما أصاب اللحمة أصاب الفراخ. فراخ يعني قليل قوي يعني قوي قوي. لو ليا عمر هسوي وش امك بالاسفلت. ارتفاع أسعار اللحوم بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة. يعني مش مال قوي للحمه نادرا يعني. بتقول ايه يا عم انت بحروفك الضايقه عليها؟ اسمع عاد انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. تعجبني انا زيرو. حلتها انت كده، انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. اتكلم على بشكل عام الصحه. انا اقول الحقيقه انا كان معمول لي عم. حلو ده، انا موافق. لما الواحد عايز يحافظ على صحته. نيل يا عجل يا اهبل. جسمك يبقى كويس. خلاص بقى صوته خشن علينا وبدأ يشوف نفسه في البيت ويكسر فازاته والحاجات من دي. حسام ايوه، هات لي حبايه من على الجمل بسرعه. وشك يبقى كده منور. هو ينفع؟ حاجتين نهدى ونسترجل. وانا مش هادي. بشرتك تبقى لطيفه وجميله. الشيب المصري. اتكل على الله، اتكل على الله. عشاق القهوة بيعانوا بسبب ارتفاع سعر حبوب القهوة. مش من عشاق القهوه انا بالمناسبه يعني، كنت زمان بحبها يعني، دلوقتي لا. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. كمان ارتفاع سعر المكرونه طبعا مفيش مكرونه. هو مكرونه مين؟ الله لا هذا صدق اه ما تكتب. احنا عندنا ازمه في الرز، ارتفاع اسعار القرص. انا من الناس اللي بطلت الرز. بص نفس البق المعفن ده والله فاكره، بص وانا بصدق كلامك. الدنيا كلها واقفة عند مسألة زيادة سعر الرغيف. عيش القمح يعني تقريبا مبطله يعني. ولا حاجة وانت ولا لك لازمة اصلا. السكر ده المصيبه في السكر. ارتفاع أسعار السكر. احسن حاجه اتعملت بطلت سكر من شهر يناير. طب ايه بتبطل السكر؟ بطلنا السكر. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. احنا ابو خلصت امك يا اخي. في الحقيقة ما أصاب اللحمة أصاب الفراخ. فراخ يعني قليل قوي يعني قوي قوي. لو ليا عمر هسوي وش امك بالاسفلت. ارتفاع أسعار اللحوم بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة. يعني مش مال قوي للحمه نادرا يعني. بتقول ايه يا عم انت بحروفك الضايقه عليها؟ اسمع عاد انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. تعجبني انا زيرو. حلتها انت كده، انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. اتكلم على بشكل عام الصحه. انا اقول الحقيقه انا كان معمول لي عم. حلو ده، انا موافق. لما الواحد عايز يحافظ على صحته. نيل يا عجل يا اهبل. جسمك يبقى كويس. خلاص بقى صوته خشن علينا وبدأ يشوف نفسه في البيت ويكسر فازاته والحاجات من دي. حسام ايوه، هات لي حبايه من على الجمل بسرعه. وشك يبقى كده منور. هو ينفع؟ حاجتين نهدى ونسترجل. وانا مش هادي. بشرتك تبقى لطيفه وجميله. الشيب المصري. اتكل على الله، اتكل على الله. عشاق القهوة بيعانوا بسبب ارتفاع سعر حبوب القهوة. مش من عشاق القهوه انا بالمناسبه يعني، كنت زمان بحبها يعني، دلوقتي لا. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. كمان ارتفاع سعر المكرونه طبعا مفيش مكرونه. هو مكرونه مين؟ الله لا هذا صدق اه ما تكتب. احنا عندنا ازمه في الرز، ارتفاع اسعار القرص. انا من الناس اللي بطلت الرز. بص نفس البق المعفن ده والله فاكره، بص وانا بصدق كلامك. الدنيا كلها واقفة عند مسألة زيادة سعر الرغيف. عيش القمح يعني تقريبا مبطله يعني. ولا حاجة وانت ولا لك لازمة اصلا. السكر ده المصيبه في السكر. ارتفاع أسعار السكر. احسن حاجه اتعملت بطلت سكر من شهر يناير. طب ايه بتبطل السكر؟ بطلنا السكر. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. احنا ابو خلصت امك يا اخي. في الحقيقة ما أصاب اللحمة أصاب الفراخ. فراخ يعني قليل قوي يعني قوي قوي. لو ليا عمر هسوي وش امك بالاسفلت.
ارتفاع اسعار اللحوم بشكل ملحوظ في الفتره الاخيره. يعني مش مال قوي للحمه نادرا يعني. بتقول ايه يا عم انت بحروفك الضايقه عليها؟ اسمع عاد انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. تعجبني انا زيرو. حلتها انت كده. انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. اتكلم على بشكل عام الصحه. انا اقول الحقيقه، انا كان معمول لي عمل. حلو ده، انا موافق. لما الواحد عايز يحافظ على صحته. نيل يا عجل يهبل. جسمك يبقى كويس. خلاص بقى صوته خشن علينا وبدا يشوف نفسه في البيت ويكسر فازات والحاجات من دي. حسام، ايوه، هات لي حبايه من على الجمل بسرعه. وشك يبقى كده منور. هو ينفع؟ حاجتين، نهدى ونسترجل. وانا مش هادي؟ بشرتك تبقى لطيفه وجميله. الشيء المصري. اتكل على الله، اتكل على الله. عشاق القهوة بيعانوا بسبب ارتفاع سعر حبوب القهوة. مش من عشاق القهوه انا بالمناسبه يعني، كنت زمان بحبها يعني، دلوقتي لا. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. كمان ارتفاع سعر المكرونه طبعا مفيش مكرونه. هو مكرونه مين؟ الله، لا هذا صدق. ما تكتب. احنا عندنا ازمه في الرز، ارتفاع اسعار الارز. انا من الناس اللي بطلت الرز. بص نفس البق المعفن ده والله فاكره، بص وانا بصدق كلامك. الدنيا كلها واقفه عند مساله زياده سعر الرغيف. عيش القمح يعني تقريبا مبطله يعني. ولا حاجه وانت ولا لك اصلا. السكر ده المصيبه في السكر. ارتفاع اسعار السكر. احسن حاجه اتعملت بطلت سكر من شهر يناير. طب مين بتبطل السكر؟ بطلنا السكر. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. الحلاوه خلصت امك يا اخي. الحقيقه ما اصاب اللحمه اصاب الفراخ. فراخ يعني قليل قوي يعني، قوي قوي. لو ليا عمر هسوي وش امك بالاسفلت. ارتفاع اسعار اللحوم بشكل ملحوظ في الفتره الاخيره. يعني مش مال قوي للحمه نادرا يعني. بتقول ايه يا عم انت بحروفك الضايقه عليها؟ اسمع عاد انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. تعجبني انا زيرو. حلتها انت كده. انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. اتكلم على بشكل عام الصحه. انا اقول الحقيقه، انا كان معمول لي عمل. حلو ده، انا موافق. لما الواحد عايز يحافظ على صحته. نيل يا عجل يهبل. جسمك يبقى كويس. خلاص بقى صوته خشن علينا وبدا يشوف نفسه في البيت ويكسر فازات والحاجات من دي. حسام، ايوه، هات لي حبايه من على الجمل بسرعه. وشك يبقى كده منور. هو ينفع؟ حاجتين، نهدى ونسترجل. وانا مش هادي؟ بشرتك تبقى لطيفه وجميله. الشيء المصري. اتكل على الله، اتكل على الله. عشاق القهوة بيعانوا بسبب ارتفاع سعر حبوب القهوة. مش من عشاق القهوه انا بالمناسبه يعني، كنت زمان بحبها يعني، دلوقتي لا. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. كمان ارتفاع سعر المكرونه طبعا مفيش مكرونه. هو مكرونه مين؟ الله، لا هذا صدق. ما تكتب. احنا عندنا ازمه في الرز، ارتفاع اسعار الارز. انا من الناس اللي بطلت الرز. بص نفس البق المعفن ده والله فاكره، بص وانا بصدق كلامك. الدنيا كلها واقفه عند مساله زياده سعر الرغيف. عيش القمح يعني تقريبا مبطله يعني. ولا حاجه وانت ولا لك اصلا. السكر ده المصيبه في السكر. ارتفاع اسعار السكر. احسن حاجه اتعملت بطلت سكر من شهر يناير. طب مين بتبطل السكر؟ بطلنا السكر. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. الحلاوه خلصت امك يا اخي. الحقيقه ما اصاب اللحمه اصاب الفراخ. فراخ يعني قليل قوي يعني، قوي قوي. لو ليا عمر هسوي وش امك بالاسفلت. ارتفاع اسعار اللحوم بشكل ملحوظ في الفتره الاخيره. يعني مش مال قوي للحمه نادرا يعني. بتقول ايه يا عم انت بحروفك الضايقه عليها؟ اسمع عاد انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. تعجبني انا زيرو. حلتها انت كده. انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. اتكلم على بشكل عام الصحه. انا اقول الحقيقه، انا كان معمول لي عمل. حلو ده، انا موافق. لما الواحد عايز يحافظ على صحته. نيل يا عجل يهبل. جسمك يبقى كويس. خلاص بقى صوته خشن علينا وبدا يشوف نفسه في البيت ويكسر فازات والحاجات من دي. حسام، ايوه، هات لي حبايه من على الجمل بسرعه. وشك يبقى كده منور. هو ينفع؟ حاجتين، نهدى ونسترجل.
وانا مش هادي. بشرتك تبقى لطيفه وجميله. الشيب المصري. اتكل على الله، اتكل على الله. عشاق القهوة بيعانوا بسبب ارتفاع سعر حبوب القهوة. مش من عشاق القهوه انا بالمناسبه يعني، كنت زمان بحبها يعني، دلوقتي لا. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. كمان ارتفاع سعر المكرونه طبعا مفيش مكرونه. مكرونه مين؟ الله لا هذا صدق. احنا عندنا ازمه في الرز، ارتفاع اسعار الارز. انا من الناس اللي بطلت الرز. بص نفس البق المعفن ده والله فاكره، بص وانا بصدق كلامك. الدنيا كلها واقفة عند مسألة زيادة سعر الرغيف. عيش القمح يعني تقريبا مبطله يعني. ولا حاجة وانت ولا لك لازمة اصلا. السكر ده المصيبه في السكر. ارتفاع أسعار السكر. احسن حاجه اتعملت بطلت سكر من شهر يناير. طب مين بتبطل السكر؟ بطلنا السكر. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. احنا ابو غلاسه امك يا اخي. في الحقيقه ما اصاب اللحمه اصاب الفراخ. فراخ يعني قليل قوي يعني، قوي قوي. لو ليا عمر هسوي وش امك بالاسفلت. ارتفاع اسعار اللحوم بشكل ملحوظ في الفتره الاخيره. يعني مش مال قوي اللحمه نادرا يعني. بتقول ايه يا عم انت بحروفك الضايقه عليها؟ اسمع عاد انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. تعجبني انا زيرو. حلتها انت كده، انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. اتكلم على بشكل عام الصحه. انا اقول الحقيقه، انا كان معمول لي عم. حلو ده، انا موافق. لما الواحد عايز يحافظ على صحته. نيل يا عجل يا اهبل. جسمك يبقى كويس. خلاص بقى صوته خشن علينا وبدا يشوف نفسه في البيت ويكسر فازات والحاجات من دي. حسام ايوه، هات لي حبايه من على الجمل بسرعه. وشك يبقى كده منور. هو ينفع؟ حاجتين نهدى ونسترجل. وانا مش هادي. بشرتك تبقى لطيفه وجميله. الشيب المصري. اتكل على الله، اتكل على الله. عشاق القهوة بيعانوا بسبب ارتفاع سعر حبوب القهوة. مش من عشاق القهوه انا بالمناسبه يعني، كنت زمان بحبها يعني، دلوقتي لا. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. كمان ارتفاع سعر المكرونه طبعا مفيش مكرونه. مكرونه مين؟ الله لا هذا صدق. احنا عندنا ازمه في الرز، ارتفاع اسعار الارز. انا من الناس اللي بطلت الرز. بص نفس البق المعفن ده والله فاكره، بص وانا بصدق كلامك. الدنيا كلها واقفة عند مسألة زيادة سعر الرغيف. عيش القمح يعني تقريبا مبطله يعني. ولا حاجة وانت ولا لك لازمة اصلا. السكر ده المصيبه في السكر. ارتفاع أسعار السكر. احسن حاجه اتعملت بطلت سكر من شهر يناير. طب مين بتبطل السكر؟ بطلنا السكر. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. احنا ابو غلاسه امك يا اخي. في الحقيقه ما اصاب اللحمه اصاب الفراخ. فراخ يعني قليل قوي يعني، قوي قوي. لو ليا عمر هسوي وش امك بالاسفلت. ارتفاع اسعار اللحوم بشكل ملحوظ في الفتره الاخيره. يعني مش مال قوي اللحمه نادرا يعني. بتقول ايه يا عم انت بحروفك الضايقه عليها؟ اسمع عاد انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. تعجبني انا زيرو. حلتها انت كده، انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. اتكلم على بشكل عام الصحه. انا اقول الحقيقه، انا كان معمول لي عم. حلو ده، انا موافق. لما الواحد عايز يحافظ على صحته. نيل يا عجل يا اهبل. جسمك يبقى كويس. خلاص بقى صوته خشن علينا وبدا يشوف نفسه في البيت ويكسر فازات والحاجات من دي. حسام ايوه، هات لي حبايه من على الجمل بسرعه. وشك يبقى كده منور. هو ينفع؟ حاجتين نهدى ونسترجل. وانا مش هادي. بشرتك تبقى لطيفه وجميله. الشيب المصري. اتكل على الله، اتكل على الله. عشاق القهوة بيعانوا بسبب ارتفاع سعر حبوب القهوة. مش من عشاق القهوه انا بالمناسبه يعني، كنت زمان بحبها يعني، دلوقتي لا. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. كمان ارتفاع سعر المكرونه طبعا مفيش مكرونه. مكرونه مين؟ الله لا هذا صدق. احنا عندنا ازمه في الرز، ارتفاع اسعار الارز. انا من الناس اللي بطلت الرز. بص نفس البق المعفن ده والله فاكره، بص وانا بصدق كلامك. الدنيا كلها واقفة عند مسألة زيادة سعر الرغيف. عيش القمح يعني تقريبا مبطله يعني. ولا حاجة وانت ولا لك لازمة اصلا. السكر ده المصيبه في السكر. ارتفاع أسعار السكر. احسن حاجه اتعملت بطلت سكر من شهر يناير.
طب ايه بتبطل السكر؟ بطلنا السكر. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. هنقوم غلاسة امك يا اخي. في الحقيقه ما اصاب اللحمه اصاب الفراخ. فراخ يعني قليل قوي، يعني قوي قوي. لو ليا عمر هسوي وش امك بالاسفلت. ارتفاع اسعار اللحوم بشكل ملحوظ في الفتره الاخيره. يعني مش مال قوي اللحمه نادرا يعني. بتقول ايه يا عم انت بحروفك الضايقه عليها؟ اسمع عاد انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. تعجبني انا زيرو. حلتها انت كده، انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. اتكلم على بشكل عام الصحه. انا اقول الحقيقه، انا كان معمول لي عم. حلو ده، انا موافق. لما الواحد عايز يحافظ على صحته. نيل يا عجل يهبل. جسمك يبقى كويس. خلاص بقى صوته خشن علينا وبدا يشوف نفسه في البيت ويكسر فازات والحاجات من دي. حسام ايوه هات لي حبايه من على الجمل بسرعه. وشك يبقى كده منور. هو ينفع؟ حاجتين نهدى ونسترجل. وانا مش هادي. بشرتك تبقى لطيفه وجميله. الشيء المصري. اتكل على الله، اتكل على الله. عشاق القهوة بيعانوا بسبب ارتفاع سعر حبوب القهوة. مش من عشاق القهوه انا بالمناسبه، يعني كنت زمان بحبها يعني، دلوقتي لا. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. كمان ارتفاع سعر المكرونه طبعا مفيش مكرونه. مكرونه مين؟ احنا عندنا ازمه في الرز، ارتفاع اسعار القرص. انا من الناس اللي بطلت الرز. بص نفس البق المعفن ده والله فاكره، بص وانا بصدق كلامك. الدنيا كلها واقفه عند مساله زياده سعر الرغيف. عيش القمح يعني تقريبا مبطله يعني. ولا حاجه واشتغل ولا نكلت اصلا. السكر ده المصيبه في السكر. ارتفاع اسعار السكر. احسن حاجه اتعملت بطلت سكر من شهر يناير. طب ايه بتبطل السكر؟ بطلنا السكر. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. هنقوم غلاسة امك يا اخي. في الحقيقه ما اصاب اللحمه اصاب الفراخ. فراخ يعني قليل قوي، يعني قوي قوي. لو ليا عمر هسوي وش امك بالاسفلت. ارتفاع اسعار اللحوم بشكل ملحوظ في الفتره الاخيره. يعني مش مال قوي اللحمه نادرا يعني. بتقول ايه يا عم انت بحروفك الضايقه عليها؟ اسمع عاد انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. تعجبني انا زيرو. حلتها انت كده، انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. اتكلم على بشكل عام الصحه. انا اقول الحقيقه، انا كان معمول لي عم. حلو ده، انا موافق. لما الواحد عايز يحافظ على صحته. نيل يا عجل يهبل. جسمك يبقى كويس. خلاص بقى صوته خشن علينا وبدا يشوف نفسه في البيت ويكسر فازات والحاجات من دي. حسام ايوه هات لي حبايه من على الجمل بسرعه. وشك يبقى كده منور. هو ينفع؟ حاجتين نهدى ونسترجل. وانا مش هادي. بشرتك تبقى لطيفه وجميله. الشيء المصري.